مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس المهروسة، بس بشوية تفاصيل بسيطة وشوية اضافات بسيطة خالص هتودي طعم البطاطس المهروسة في حتة تانية خالص. يعني هيبقى طعمها رهيب بجد ولذيذة جدا، وكمان صحية بدون قلي ولا تعب. وولادك كمان هيعشقوا البطاطس بالطريقة دي. بصوا، يعني عايزة اقول لكم طعمها وريحتها رهيبة بجد. هتجربيها وهتدعيلي على الطريقة دي والطعم اللذيذ ده. بص، اول حاجة انا معايا 4 حبات من البطاطس هنسلقهم. انا مقشراهم وغسلهم كويس جدا، وبعدين قطعتهم بالشكل ده عشان يتسلقوا بسرعة. لو انت حابة تحطيهم صحيين مفيش مشكلة، حطيهم صحيين، بس هما ياخدوا وقت شوية في السلق. لكن انا عشان اسرع في الوقت يعني فقطعتهم شوية عشان يتسلقوا معايا بسرعة. حطيتهم في المية واحط عليهم معلقة صغيرة من الملح، وهاخدهم اسلقهم على البوتاجاز. عما يستلقوا كده بكون يعني في طاسة كده بحط شوية من الزيت، يعني معلقتين من الزيت. وبعدين بقى بحط حبة من الفلفل الرومي مقطعاها مكعبات صغيرة بالشكل ده. لو انت حابة تحطي فلفل حار فما فيش مشكلة، حط فلفل حار. بس انا حابة حطيت فلفل رومي بارد علشان ما يبقاش سخن على الاولاد. وبعدين بقى بقلب الفلفل الرومي الاخضر تقلبتين 3 كده، وبعدين بجيب فلفل احمر وبحط كده حبايه من الفلفل الاحمر واقلبها معاها. او لو ما عندكيش فلفل احمر بتبقى هريسه الفلفل الاحمر بس البارده مش السخنه. وبعدين بقى بحط معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكزبره. وبقلبهم كده مع الفلفل. بقلب التوابل كده عشان تتحمص معايا وريحتها تطلع ويبقى طعمها حلو جدا. يعني شوفي، حاجات بسيطة لكن هي هتفرق معاكي في طعم البطاطس المهروسة فعلا بجد. وبعدين بقى بحط معلقة كبيرة من الكاتشب. عايزه اقول لك معلقه الكاتشب بتدي لون حلو جدا للبطاطس المهروسه، وفي نفس الوقت بتدي في الطعم لذاذه كده وطعمها بيبقى حلو جدا. علشان كده انا بقول لك شويه تفاصيل بسيطه هتعمليها للبطاطس المهروسه هتودي لك طعم البطاطس المهروسه في حته تانية خالص، وطعم فعلا لذيذ بجد. بدي تقليبه كده اول ما حطيت معلقه الكاتشب، وبعدين بقى بشوف البطاطس بتاعتي اتسلقت على طول بحطها بقى في الطاسه، وابتدي اقلبها مع التتبيله اللي احنا عملناها دي. بقلب البطاطس كده اشوحها كده دقيقه او دقيقتين علشان تاخد كده من طعم التوابل. وبعدين بقى بحط معلقه صغيره من الثوم المفروم. شوف انا حطيتها في الاخر عشان ريحتها ما تروحش، يعني بصوا عشان طعم الثوم يبقى لسه موجود وريحته بس مش ريحه نفاذه. بديها تقليبه كده. بدي تقليبه الثوم مع البطاطس مع التوابل. وبعد كده على طول بروح هرسه البطاطس بالهراسه. بهرس البطاطس كويس جدا لحد ما اخليها ناعمه وكريميه خالص. بعد ما هرستها بالشكل ده شوفوا بقت كريميه خالص كده، ولون البطاطس رهيب بجد. وعايزه اقول لكم الريحه فعلا تحفه بجد، وخصوصا بعد ما بنحط الثوم بيدي ريحه وطعم جميل جدا. وبعدين بقى معايا حزمه من الكزبره بقطعها صغير، الكزبره الخضراء اخدت نصها بالشكل ده، وببتدي احطها على البطاطس برضو واقلبها معاها. عايزه اقولك هتجربي الوصفه فعلا البطاطس المهروسه دي هتوديها في حته تانية. يعني عايزه اقولك هتجربيها، طعمها وريحتها رهيبه بجد. بشوف الملح بقى، لو احتاجت ملح بدي رشه من الملح وكده. كده البطاطس المهروسه بتبقى خلصت معايا. انت بتعمليها بقى كده، دي هتنفعك في الصيام في سحور رمضان، جميله جدا وسهله وبسيطه ان انت تعمليها. وكمان ما فيهاش زيت يعتبر خالص، ولا حاجه بسيطه خالص. وبقت معايا البطاطس جاهزه بالشكل ده. هنبتدي بقى نغرفها ونقدمها.
بعد ما بغرفها كده بشويه من الكزبره كده واحطها حواليها، وكده بيبقى خلصت معايا البطاطس المهروسه. عايزه اقولك طعمها تحفه بجد.